لا ده انا همشي بعد كده في الشارع اقول له انت شاطر شاطر انت كرييتيف. كان نفسي والله نقعد النهارده بره. نقعد بكره. طب ما تيجي دلوقتي نطلع. لا انا حاسه ان القعده هنا حلوه. ليه ما نطلع؟ لعلمك انا بحب هنا اكتر من بره لا يا شيخ، والله. انا عايز ابدا استقبل ضيوف هنا. اه ده انا استقبلت ضيوف هنا. مم. عمر جالك هنا. امم كويس. نعمل ننوع بقى. انت حلو. بتحبي بره اكتر ولا هنا؟ بحب هنا اكتر. عشان بحس بره كده مم. مع اصوات الشارع مع البتاع بالعصر كده. بتعيشك اجواء. لا انا بحس كده هنا كاننا في البيت. احنا في البيت انت عارفه فعلا. كان في كام واحد قال لي عايزين البودكاست ده يتعمل بالنهار. على فكره تبقى لذيذه. ما هو احنا في الخطه بقى الاولانيه كنا قايلين ان هو بالليل عشان اسباب معينه. اه بس هي الفكره كلها ان اسباب ليها علاقه الجو. بالمشاهد مش بينا بس. ايوه بس هو الجو حر برضه. والله على حسب، ما احنا في حلقات عملناها في الشتاء. مم. لا انا قصدي بعد كده بقى. يعني مم. لما نيجي نبتدي لو نفكر. بتتوبي عشان تنامي ممكن نيجي بكره لا يعني. لا لا لا. لا. ما هو ده نوع من انواع انا عرفت بتحب المكان هنا. الاريحيه. بحس باريحيه. في في اغلب الاماكن اللي بيعملوا اعلانات او بيعملوا حملات اعلانيه لاماكن او بيشتغلوا في الديجيتال. مم. في اغلب الاماكن دي بيبقى دايما طول الوقت عندهم تيم مهم جدا اسمه تيم الكرييتيف. اه طبعا. تيم الكرييتيف ده اللي هو بشكل سوقي، يعني النهارده في السوق هو ده الفريق اللي بيعمل الكرييتيف. فانتي لو سألتي ايه فريق الكرييتيف اللي بيعمل الكرييتيف ده، مم. هيبقى هو الفريق اللي طلع الفكرة. مم. آم، وعمل عمل الشكل بتاع الفكرة دي عامل ازاي، واحيانا بيكتبوا كمان. مم. وبيبقى في التيم ده ناس ليها علاقة باسم كرييتيف برضه، اللي هم الناس المبدعين. اه بس انا عندي مشكلة، ما هياش كبيرة، بس يعني من عاداتنا احنا ان احنا طول الوقت بنمسك المصطلحات ونحلبها. ايوه طبعا. ده اي مصطلح ينتشر جديد بالنسبة لنا نحطه في اي حاجه. او نحس انه حلو بنحلب امه. اه تعمل معاه زي الزيتون كده. اه والله، زي اشمعنى؟ تحس ان الزيتون جاي في اي مصلحه. تحط في السلطه ماشي، في سندوتش جبنه بيضه ماشي. الزيتون. تحس انا شويه. بالنسبة لي ده تشبيه غريب جدا. ليه بيتزا اوكي يلا بينا فطير ما فيش مشكله. احطه على المكرونه. مش مش عارف، ما مشكله. حسيتش ده مع الزيتون قبل كده بجد. بصراحة. لا يعني ما. تحس الزيتون راشق كده في اي حاجه. ماشي، ما فكرتش فيها بس كويسة. مم. ف بصراحة يعني ببقى طول الوقت عايز اقعد مع الناس واقول لهم حاجات ليها علاقة بخلفيتي الدراسية وخلفيتي الحضارية وخلفيتي عموما. ان انت عامل دكتوراه وكده. لا والله عايز اقول لهم حاجات مم. حتى درسناها يعني، مم. بس عايز ابسطها بشكل ما. مم. انا ما اعرفش طبعا اذا كان عندك المعلومات دي ولا لا، او ممكن نتناقشها سويا. مم. بداية الموضوع عشان بس ما يبقاش مصطلح من المصطلحات اللي مش دارجة، بس ان كمان متهانة، يعني مصطلح اتهان بصراحة. كلمة كرييتيف ومصطلح كرييتيف ده اتهان بشكل مبالغ فيه خلال السنين اللي فاتت في مصر. مم. في الأديان بيسموا الخالق أو الله بيسموه الكرييتور. صح. طيب، بداية الموضوع عشان نبسطه انه اي حاجة اتخلقت ما كانتش موجودة قبل ما تتخلق، مم. هي حاجة مخلوقة. مم. وفيها كرييشن، يعني اللي عملها عمل كرييشن للحاجة دي. اخترع حاجه. ابتكر حاجة، اخترع حاجة، ابدع حاجة ما مم. كانتش موجودة قبل كده. تمام. فبناء عليه لو حد عمل اختراع لجهاز معين، عمل اي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده بقت موجوده. يعني الانسان بشكله ده، مم. قبل ما يكون في انسان ما كانش في انسان. مم. لما بقى في انسان، ده كده خلق لحاجه قدامنا اسمها انسان. مظبوط. نفس الكلام لو خدنا على سكيل طبعا اضيق دنيوي اكتر، لو بصينا على الاجهزه اللي الناس بتصنعها، الاختراعات اللي الناس بتخترعها، الاكتشافات اللي ممكن عن طريقها يحصل اختراعات تانية، زي احمد زويل مثلا. احمد زويل هو راجل كرييتيف، بمعنى انه راجل خلق حاجة مم. ليها علاقة باختراع وابتكار عمله. فبقى متخصص بعد كده في حاجات ليها علاقة بالذرة وبالوقت وبغيره. اي عالم في الفيزياء في الكيمياء، اي مبتكر، اي مصنع لأجهزة، اي حد جوه شركة ابل،
ممكن يكون اخترع حاجه، اي حد اخترع تليفون اصلا من بدايه، صح. اخترع اللمبه. يعني مثلا ممكن لو فكرنا هتلاقي مثلا البتاع اللي كان اسمه MP3 و MP4 ده ممكن يبقى اختراع، لكن اختراع. الايبود ما يعتبرش اختراع أوي. هو طوروا في طوروا في الفكره، صح. بس الديفايس نفسه لا اختراع برضه. يعني الديفايس اختراع، انما مبني على فكره ايه دي اللي ممكن ما تبقاش اختراع. ليه بنقول صح. الكلام ده بقى؟ عشان نقارن ما بين حاجه اسمها الراجل ده شاطر والراجل ده كرييتيف. كرييتيف ده يعني خلق لك حاجه هي ما كانتش موجوده قبل كده. صح، ما كانش في حاجه اسمها كده قبل كده. ففي جزء من الكرييتيف تيم اللي موجود جوه الايجنسي اللي كنا بنتكلم عليها ممكن يبقى فيه اختراع او فيه ابداع. ما هو الابداع والاختراع والكرياتيفيتي كلهم تقريبا في نفس السياق اللي احنا بنتكلم فيه. لو واحد قلت له اعمل لي فكره اعلان او فكره كامبين او فكره مسلسل او فكره فيلم، وقتها هو بيخترع الفكره دي من دماغه، بيخلق شخصيات من دماغه، بيخليها تكلم بعض، حاجات كلها ما كانتش موجوده قبل ما هو يعملها. قصه لواحد وواحده اتقابلوا على نهر الموزولون. ايه نهر يا ابني الموزولون ده؟ هو اللي انا اللي اخترعته. موجود فين طب نهر الموزولون؟ في الطبقه الثالثه من السبع طبقات العليا اللي موجوده اسفل جبل كذا. هو اللي مخترعه. هو كده عمل الجبل وعمل الطبقات واخترع حياه كامله، صح. ومن ضمنها هو خلق النهر ده اللي هيحصل عليه القصه دي. القصه دي ما بين اتنين، طبعا في العصر ده او في الزمن ده وفي المكان ده اي واحده ست عندها 6 رجول، واي واحد راجل عنده 4 ايادي. اوكي. برضه هو اخترع الشكل ده. والست والراجل هناك بتعرفهم، ده هو ده التعريف اللي احنا عارفينه كناس في الدنيا العاديه بتاعتنا بالشكل ده، بس هم هناك عندهم الست والراجل حاجه تانية. ايوه. الست دي بتعمل شويه حاجات مش موجوده عند الراجل ابدا، عمره ما هيقدر يعملها لان عندها 4 رجول. وبناء عليه في المصانع اللي موجوده هناك الستات هي اللي بتشتغل في المصانع، بس الرجاله هم اللي بيشتغلوا في الحرف اليدويه مثلا. هو اخترع عالم بالظبط. وبصفاته بالست شكلها ايه عندي انا. ده كرييتيف. ده اسمه كرييتيف. اللي كتب اغنيه لعمرو دياب كرييتيف، لانه كتب في الاغنيه بيقول فيها انه من الصبح بالليل انا ما كنتش بنام، بس لما قابلتك مثلا في مكان معين حياتي اتغيرت، وسبب تغيير حياتي ده انتي، وبناء علينا قررت اتجوزك واكمل معاكي القصه. فهو اخترع. بس بعد ما اتجوزتك، انا حسيت انه مش هي دي الصفات اللي انا كنت بدور عليها. فانا لسه بحبك بس انت لازم تغيري منها. ايه يا عم القصه دي؟ ده بتاعت 2 احنا ما نعرفهمش، مش موجودين. صح. فالكتابه اللي كتبها دي ده شخص كرييتيف. صح. دي اسمها كرياتيفيتي. لحن الكلام اللي انا قلته من شويه ده هو لحن من يعني قبل ما حد يفتكس كلمه او لحن كل ده كان ليه؟ قبل اللحن ده ما يتوجد ما كانش في حاجه، ما كانش موجود اللحن ده. فشكل التون والنغمه دي هو اللي خلقها. صح. اذا ده برضو راجل مبدع. عشان كده دايما لو ادينا امثله من دي كتير بقى هتلاقي انه دايما يقول او مصطلح هتلاقيه مربوط ببعضه كلمه الفنانين المبدعين. اغلب الفنانين بيبقوا مبدعين، بس مش كله. اغلبهم، عشان كده بقول اغلبهم، لان هم كلهم شغلانتهم عباره عن خلق حاجات، خلق بقى احداث، قصه، سيناريو، حوار، لحن، توزيع موسيقي، فكره اعلان، ديالوج ما بين 2. عشان كده ممكن كمان حد بيبقى مش بيشتغل في الفن اصلا بس يقولوا عليه فن. يعني مثلا لو حد شيف شاطر جدا بيخلق طبخات جديده ممكن يقولوا عليه فنان. ممكن يقولوا عليه فنان، بس مش عشان بيخلق طبخات جديده. هو فنان عشان صفه الفنان دي جايه من الناحيه الفنيه. يعني بيعملها بشكل فني او بيطلع لك الطبخه بشكل فني شكلها عندنا حلو. هنا حاجه شكلها فني قوي. بس مش هينفع نطلعها. ليه؟ عشان احنا بوستها. لا عشان احنا فين والزمن فين. ماشي. صح. مش دلوقتي. المهم على فكره احنا جهله برضه. ايه اللي ربط ده بده؟ احنا اللي عملنا كده. دي عاداتنا وتقاليدنا. فالاغلب الفنانين بيتقال عليهم مبدعين عشان كده. المخرج بيتقال عليه عشان كده بيبقى فنان مبدع. ليه؟ لانه بيبدأ يبني كيان جديد جدا او عالم جديد جدا او صناعة جديدة جدا او وظيفة جديدة جدا بناء على الورق اللي جاله. ما هو الورق اللي جاي لي ده اللي مكتوب فيه سيناريو معين انا بحوله لصورة. معلش، هو انت قلت ليه الشيف ما يبقاش مبدع؟
ما قلتش ما بيبقاش مبدع، انا انت قلت قلت يبقى فنان. لا، قلت لفظ فنان ده يطلق عليه بسبب ان هو بيعملها لك بشكل فني. اه، انما لو شيف مثلا، شيف عمل حاجه جديده احنا ما كناش نسمع حاجه ما حدش عنها. سمع عنها اه، خالص. يعني في بتاع كده اللي هي بتبقى نصها كريم كراميل ونصها كيك دي، ما هو دي زمان ما كانتش موجوده. او اكله، او اي اكله. لو قدم لنا عمل لكم النهارده يا جماعه طبق الزجاجيه، مم. مفيش اكله اسمها الزجاجيه. صح، يبقى ده لم كرييتيف. بالظبط، لما نشوفها نلاقي ايه ده، اكله كلها بروتين مفيده للاجسام كلها، الناس كلها يقولوا اطفال تحب تاكلها، بس مسمينها الزجاجيه عشان هي شفافه يعني من الاكله تبص جواها تعرف تشوف اللي وراها. اه، كده الراجل اخترعها، هو اللي اخترعها. صح، هنا الراجل ده كريتيف. صح. الخلط بقى بيجي منين، او هلك المصطلح ده مم. جه منين؟ جه من ربطه بالشطاره. مم. لما واحد يعمل فكره كويسه او يعمل عمل هو شاطر فيه وعامله بشطاره او بصياعه، مم. يتقال عليه كريتيف. صح. الليفل التاني بقى الافكار المطرقعه. شوفوا اعلان فيه فكره مطرقعه يقول لك كرييتيف جدا الاعلان ده، هو مش كرييتيف، هو صايع مطرقع مجنون، حاجات كده. انما مصطلح كرييتيف لا يطلق غير على الحاجات اللي محدش كان يعرفها، محدش سمعها. صح. عشان كده مثلا كنت دايما بدي مثال بفيلم افاتار. فيلم افاتار عالم كله ازرق، الناس كلها شكلها ازرق، الرجاله دي والستات عندهم حاجه ديل كرييتيف جدا. جدا. ايه راجل وست عندهم ديل وبيحبوا بعض وشكلهم كده، هو خلق كل ده. ممكن نعمل شوت اوت لاي حد بيحب افاتار. وانا بحب. ف الخلط ما بين كلمة كرياتيفيتي وشطارة ده بقى موجود ومتداول بدون اي علم. انا مش بقوله عشان حد يتعلم او بقول ان انا فاهم يعني، لا، بس بقوله عشان لو اي حد بيسمع يعرف يفرق بعد كده ما بين ده وده. لانه لما بتشيل الصفة دي من على حد ابتدت تزعل الناس، يعني لما انت تقول قصدك ان انا مش كرييتيف؟ ايوه انت مش كرياتيف انت شاطرة، ده معناه ان انا مش كرياتيف. يا نهار اسود بتشتمني يا عم عادي. قصدي موهبة انت بتبقى موجودة عندك، بتبان عليك من طفولتك. وبعدين مش المفروض ان احنا كلنا نبقى بنعرف نخترع حاجات. بالظبط. يعني مش ولو ما موهبة. كله هيبقى كريتيف مين هيبقى عادي؟ ده وده قلنا قبل كده في حلقه. صح. يعني لو كله هيبدع وهيخلق حاجات ده شيء كويس. طب الناس العاديه اللي هي لا تبدع دي معناها انها مش شاطره؟ لا، معناها انها مش احترافيه، وده الليفل التاني بقى. هل الاحترافي ده، الراجل الاحترافي اللي هو بيوصل لدرجه من الاحترافيه ما بيقدرش يستخدم الكرياتيفيتي دي في شغله؟ ده موضوع مهم. ليه؟ لانه انت بعد ما بتبدا تخلق حاجه، مثلا ما كانش فيه اختراع اسمه كرسي، كانت الناس بتقعد على الارض. اوكي. جه واحد واخترع مقعد معين سماه كرسي. ومن هنا ابتدت الكراسي دي تاخد اشكال مختلفه بقى، شكل الكنبه وشكل الكرسي وايه ده ممكن ما نقعدش عليها خالص، ما نعملهاش ظهر فتبقى اسمها ترابيزه. فالموضوع ابتدى يتطور. هل الراجل اللي اخترع الكرسي ده عنده الدرجه من الاحترافيه؟ ممكن يبقى لا، ممكن يبقى اخترع بس الكرسي ومش عامل ابعاد، مش عامل حساب ابعاد تانية. اوكي. يجي واحد تاني احترافي يطور يقول لك لا الاختراع ده كويس جدا بس انت عامله بالاسمنت، ده كرسي اسمنت، هيبقى صعب في نقله، صعب في شيله، صعب في تشكيله، صعب في استخدامه، مش بيفيد كل الناس. ممكن يفيد اللي عندهم 30 40 سنه بس ما يفيدش كبار السن وما يفيدش الاطفال. فانا احترافيتي بتقول ايه؟ بتقول ان انا فاهم السوق، دارس السوق، عارف اقل تكلفه واكتر متانه، عارف الحاجات المربحه، مذاكر شويه ازاي اكسب واوفر واصدر عندي كل الدراسات اللي حوالين النقطه الابداعيه. فاقدر اعمله بما يتناسب مع النقطه الابداعيه دي. لذلك في الفن تحديدا او عندنا في السينما يعني يفضل دايما ان يكون الشخص كرييتيف وكل حاجه، مبدع وكل حاجه، بس يكون احترافي كمان. صح. يعني ما اقدرش اقول وانا بكتب فيلم، انا ممكن اقول لاي حاجه تخيل لي اي فيلم كده بس يكون خيالي ويكون كرييتيف واسيبه وهو مش احترافي. هيعمل ايه؟ هيقول لك حلو قوي، انا عايز بقى اللي هو الكليشيه العادي يعني، عايز بقى اعمل فيلم في الفضاء عن فضائيين نزلوا مش عارف فين، بيقول كله كلام فيه خيال بس مش عامل حساب بقيه الحاجات اللي بتبين احترافيته. وهي ايه حساباتك الانتاجيه؟ يعني هنصور الفضائيين دول فين، ازاي، منين، على فكرة بيتصنعوا عشان كده ازاي؟ ساعات كتير قوي بحس انه مش enough انك تبقى كرييتيف. طبعا. او ممكن يبقى enough لحالتك. لا، يعني لو انت الحتة بتاعتك دي محتاجة بس ان انت تبقى شخص كرييتيف تمام، بس في معظم الحالات بحس انه مش enough انك تبقى كرييتيف. وهو ده اللي محتاج سكيلز تانية. وده اللي بحاول اقوله. انت ممكن طول الوقت تبقى عارف ازاي تعمل
طول الوقت تبقى عارف ازاي تعمل فكرة جديدة، مم. بس طول الوقت مش عارف ازاي بتتعمل. انت عندك الفكرة الجديدة تنفذها ازاي او عمايلها ما ازاي، تعرف. دي مش طول الوقت ممكن تبقى عندك. صح وهو ده الفرق ما بين الكرياتيفيتي والاحترافية. صح. الشطارة انك تعملها بشطارة. مم. فانت ممكن تبقى كرياتيف وشاطر مم. واحترافي، مم. هنا تعرف تملك ادوات يعني او بعض ادوات النجاح. اوكي. طب ليه عمري ما حسيت ان عمري ما حسيت ان في فرق ما بين شخص شاطر وشخص احترافي؟ ولا انت قصدك ان ممكن يبقى حد شاطر بس ما وصلش للاحترافية؟ اصل هو ممكن يبقى شاطر مم. في عمايل الحاجة، بس مش هو اللي جايب فكرتها. يعني يعرف منك الفكرة مم. ويبدأ ينفذها بشطارته. لا، ما هو خلاص احنا اتفقنا ان في فرق ما بين ان انت ممكن تبقى كرييتيف وانا ممكن ابقى ابقى ما انا شخص. هكملك. اه. وهو بينفذها بشطارته مم. ما عندوش الجوانب الاحترافية اللي تخليه ينفذها. مم. يعني يقدر يجمع حديد على حديد، مم. بس ما عندوش الاحترافية بتاعت الحديد ده رخيص ولا غالي، تقيل اوكي، انت ولا قصدك خفيف. مجتهد بس مش بروفيشنال انف. بالظبط. مم. ما هو ده الفرق ما بين البروفيشنال والشاطر صح والكرياتيف. صح. في ناس بقى، وده مصطلح تاني، مم. عايزين نعمل حاجة اوريجينال، مم. عايزين نعمل حاجة أصلية، مم. اوثنتك. ايوه مصطلحات كتير ايوه، كلنا بنقول كل الحاجات دي طول الوقت. وكلها في أذهاننا من جوه مرتبطة بحاجة واحدة، مم. إنها حاجة اللي محدش عملها قبل كده مم. خلاص. يعني في فرق كبير جدا إنك مم. تعمل حاجة اوريجينال. دي معناها إيه؟ يعني أعمل حاجة أصلية أصلية أصلية، بمعنى إن مفيش تدخلات عليها في جذورها. مم. يعني من جذورها وهي أصلية، مم. مفيش أي تداخل عليها. بمعنى إن ممكن الموروثات بتاعتنا إحنا في ثقافتنا المصرية مثلا مم. تبقى أصلية جدا. مم. يعني مفيش حد يختلف على ام 44. اوكي. ام 44 دي قصة بتحكيها الأمهات للأطفال اللي بتعوز تخوفهم، بغض النظر عن الطريقة، يعني إنك ما ينفعش تخوف أطفال أو كده، بس يعني لما تقول له أنا هجيب لك ام 44 دي حاجة تخوف. ايش في اطفال تستاهل تخاف. طبعا. أنا أحب الأطفال جدا، وانا كمان. وبكاهم مم. دي أثر فيا. انا بحس ان ربنا بس اللي بيحبهم. المهم، مم. فام 44 دي من الموروث بتاعنا. مم. أبو رجل مسلوخة من الموروث دي بتاعنا. حاجه اسنتك. بس فيها ميزة تانية، مم. إنها خيالية إبداعية مخلوقة. مم. مفيش واحدة عندها 44 رجل. صح. مفيش واحد رجله مسلوخة وبيعمل كل القصص اللي جوه قصص ابو رجل مسلوخة دي. مم. فحلاوتها في انها فيها كرياتيفيتي، فيها ابداع، فيها خلق كتير جدا. وفي نفس الوقت هي نقولها اوريجينال، خلينا نقولها اوريجينال. اوكي. هي اوريجينال اصلية مصرية. تمام. عادة في حلقة كانت اللي بتاعت الاعلانات بتاعت جلال زكي، مم. عادة الحاجات الاصلية جدا المحلية جدا هي اكتر حاجات عندها فرصة الوصول للعالمية، مم. وان الناس كلها تعرفها. وده سبب من اسباب اللي هنقوله في، او قلناه يمكن قبل كده في الحلقة بتاعت سحر السينما، مم. انه بتوري ناس في دول تانية غير الدولة اللي انت فيها، بثقافات تانية غير الثقافة اللي انت فيها، حاجات ما حدش حاجات شافها هو قبل ما كده. يعرفش عنها حاجة، مم. ما يسمعش عنها حاجة. عشان كده الكوميكس لما بتتحول لأفلام عند هوليوود مم. بتنجح جدا في العالم كله، تحديدا في الشرق الأوسط. مم. هي أصلية جدا من قصص ليها علاقة بثقافتهم، افنجرز وغيرها. مم. بتخش عندنا في شكل مشاهدة معين مم. بيبهرنا احنا، عشان ما شفتش انا قبل كده حد بيطير وحد بيوقف واعتقد نفسه. بتوصل للعالمية بسهولة لانها مم. محلية جدا. مم. عشان كده دايما لو انت عايز تعمل حاجة عالمية جدا اشتغل على المحلية جدا وتكون اوريجينال جدا وفيها كرياتيفيتي. معادلة هي اصلها، مم. يعني هي معادلة لازم تبقى انت وازن كل الاتجاهات بتاعتها يعني. مم. عايز حاجة جينيون كده. تكره المصطلحات. هو عشان بتستخدمها غلط، اه. احنا لو بنستخدمها صح انا هبسط جدا. عامة انا كمان بكره المصطلحات والترندات، وخصوصا كمان بقى ايه لما تبقى في حاجات بجد، اللي هو مثلا زي ما كنا تقريبا قلنا قبل كده، ان انا افتح مكان معين او بروجكت كامل على فكرة هي موجودة مليون مرة قبل كده، بس ابتدي اقنع نفسي واقنع الناس ان دي حاجة ما حصلتش جديدة قبل ما كده. اتعملتش قبل كده. ما هي دي اللي جرتنا بعد كده اللي تعالى نفكر بره الصندوق، اتكلمنا عليها برضو في حلقة هو قبل ده مين كده. هيفكر جوه الصندوق؟ الصندوق ده نوديه فين؟ هنوديه فين؟ اه. وعايزين كلنا نعمل حاجة ما اتعملتش قبل كده. طب مم. اللي اتعمل قبل كده مين هيكمله؟ مم. ولا هو هيترمي وهنفضل كلنا بنعمل حاجات ما اتعملتش قبل وعلى كده؟ فكرة انا بحس انه
احنا من كتر ما احنا طول الوقت بنبقى قاصدين نبقى بنعمل حاجات ما اتعملتش قبل كده، نعمل حاجات وحشه قوي. معرفش ليه دايما بحس كده، اللي هو انت عايز هل معنى ان انا اخترعت حاجه ما حدش اخترعها قبل كده ان هي تبقى حلوه؟ لا طبعا. انا ممكن اجي اقول لك ريزو انا هسمعك حته اغنيه انا اللي مؤلفاها خلاص بقى، وهي فعلا ما فيش حد، بس زي القرف. او حد يجي يقول لك بص بقى المشروب ده انا اللي هعمله لك، ويطلع مشروب زي الزفت. فاللي هو بلاش طول الوقت نقصد نبقى بره الصندوق. يعني ما انا ده اللي حاولت اقوله في الاول، ان هو في الاخر انت يا بتتولد كده انسان مبدع عندك فكره الخلق، يا ما بتتولدش كده. صح، طبعا في مهارات معينه تخليك لو انت مش ما عندكش الموهبه دي تشتغل عليها يعني. تشتغل عليها. لو انت جات لك مثلا وظيفه في السياق اللي احنا بنتكلم فيه ده، ومطلوب منك انك تطلع افكار لبراند معين، ولا شغال في شركه ومطلوب منك تطلع افكار لتطوير الشركه وغيره، في شويه مهارات ممكن تتعلمهم تخليك تفكر شويه بابداعيه، او تنمي فكره الابداع عندك، او تنمي فكره التفكير بدون ما تستخدم حاجات متعارف عليها وكليشيه. التولز دي موجوده، بس هو مش بحبط اللي بيسمعنا، بس في الاخر مش هي دي اللي هتخليك انسان كرييتيف. ولو انك مش كرييتيف دي مش شتيمه، صح، انك عادي، ده كرم وفضل كده ممكن حد ما يعرفش يوصل له. صح. وعلى فكره ممكن يبقى حد كرييتيف في حته معينه، فما يبقاش بقى مصمم ان انا ابقى كرييتيف في كل حاجه. يعني وارد انه يبقى حد مثلا زي ما انت قلت بيلعب مزيكا، فيبقى هو بيعرف يطلع مزيكا. في ناس في الحرفيين كرييتيف في تعديل العربيات مثلا، ده مش شرط يبقى كرييتيف في انه يطلع افكار اعلانات. هو ده اللي انا بقول، انه يعني لو انت ربنا كرمك بحته كده عندك في حته معينه it's totally fine وتمام، وعيش بقية حياتك كفرد عادي من الشعب، عادي. وتعمل حاجتك بمجهود وبشطارة وكل طالما انت راضي بحياتك دي ومبسوط بيها يعني كمل ما كده عادي. تضغطش قوي على فكرة ان انا لازم ابقى فشيخ مش لازم خالص. وممكن تبقى فشيخ بس مش كرييتيف، ممكن تبقى شاطر بس مش فشيخ، ممكن تبقى طيب بس مش فشيخ ومش كرييتيف ومش راضي، يعني ممكن تبقى كل حاجه. يعني مش شرط كلنا نتزق في حته واحده. مجموعه شكل التعبئه اللي احنا بندور عليه ده مش ظريف. بس على فكرة ستيل كل ده بيرجع اعتقد في الحتة بتاعت السوشيال ميديا. والله انا برضو يعني بحمل جزء كبير منها تداخل الثقافات الكبير مع بعضه ده بسبب الانترنت، ملوش علاقه بالسوشيال ميديا تحديدا، هو له علاقه بوصول الانترنت للعالم كله. ده ده خلى الثقافات تخش على بعضها. احنا اسأنا استخدامه في الاول شويه، ابتدينا نعدل منه، لسه في اساءة استخدام في الفتره دي، بس مع الوقت خلاص هتبقى حاجه طبيعيه موجوده في حياتك. غالبا هيبقى لها طريقه في يوم من الايام، انه خلاص بقت حاجه اساسيه وطبيعيه وليها طريقه استخدام. سوء استخدام الحاجه ده موجود من قديم الازل اعتقد. يعني هو ملوش علاقه بالانترنت بس، يعني هيفضل طول الوقت في الشر، في الشخص الشرير، في الشخص اللي بيستخدم الحاجه بشر، بيستخدم حاجه غلط، وفي الناس اللي بتستخدم حاجه صح. دي يعني يا بتتعدل مع الزمن يا هي كده. جزء كبير برضو من الجزء بتاع اللي هو انا عايز اعمل حاجه اوريجينال اوثنتيك حاجه، جزء كبير برضو ليه علاقه بالرياليتي. الرياليتي احيانا او اصاله الحاجه او حقيقيه الحاجه، ودي ظهرت مثلا في السنين الاخيره كان في حاجه اسمها رياليتي شو، دي ظهرت بره اكتر، ودي كانت بتوصل للناس اسرع بسبب انها مش فكره بس انها حقيقيه، انها فكره انك عارف انك بتتفرج على حاجه ريل، مش داخل في صناعتها حاجه مصطنعه. عشان كده الكارديشيانز مثلا انتشروا جدا جدا. ليه؟ فجاه بقينا جوه بيتهم بكاميرا بنشوف كل حاجه، صح. بنشوف خناقاتهم، بنشوف فرحهم، بنشوف لبسهم، كل حاجه ريل. فالرياليتي دي احيانا بتكون او كانت يعني وما زالت عامل جذب كبير جدا لاي حد بيتفرج. الناس عندها حب، او الانسان عنده حب، او فكره حب الاستطلاع على حاجه ما يعرفهاش. يعني الانسان البدائي لو فضل قاعد في المربع اللي هو فيه ما كانش هيعمل حاجه، وعنده طول الوقت عايز يديسكفر، عايز يكتشف. واتس نيكست؟ طب وفي ايه ممكن فبيمشي في الارض يشوف فيه ايه. ايه ده؟ دي ارض، انا لو حفرتها وحطيت عليها ميه تطلع زرع. ايه ده؟ الزرع ده لو حفظته هيبقى اكل. الاكل ده لو في بواقي منه اتحط تاني تاكل حيوان. ايه ده؟ الحيوان لو كل هيعيش. بيقعد يكتشف ايه اللي هناك ده؟ جبل، طب اطلعه. ايه ده؟ لما اطلعه بيحصل كذا، ده انا العيشه فوق غير العيش تحت. فعرف حاجات في علوم الانسان ابتدى يكتشفها بسبب اكتشافه للارض اللي حواليه.
فالانسان عنده حب الاكتشاف ده curiosity. بطبيعته. مم. انت كمان بيبقى جنبك من جوه مشاعرك كإنسان، جنب المشاعر دي عندك مشاعر فضول، عايز تعرف ايه اللي جوه الدرج ده، ايوه curiosity. ايه اللي ورا الحيطة دي. مم. طول الوقت عندك حب فضول. ممكن تبقى طبعا الانسان اللي عنده فضول ده ليه درجات يعني، ايوه طبعا لازم limits عشان ممكن بس يودي في مشاكل. بس الانسان بطبعه مم. عنده حب الاستكشاف، حب الفضول، مم. عنده حب ان هو يعرف ماذا بعد، مم. ماذا هناك، صح. في ايه هناك، ايه اللي بعد كده، عشان يومه يعد، ايه اليوم اللي جاي ده شبه النهارده، هل بكره هنعمل زي النهارده. ده بيخليه طول الوقت لما بتفتح له شباك يحب يبص من جواه. مم. وده اللي عملته الوسائط الجديده مم. اللي هي بالنسبه لنا كانت تلفزيون وسينما ومسرح. هو عايز يروح السينما عشان يعرف الشاشه دي هيتعرض جواها ايه، ايه الحياه اللي انا هشوفها هنا دي، ايه المسرح ده، الناس دي هتمثل لي قصه ايه هنا، ايه الحياه دي، ايه العالم ده، هل العالم ده عالم اعرفه، عالم ما اعرفوش هكتشفه. وبناء عليه في ناس استغلت فكره الوسيط اللي هو التلفزيون في ان هو يبقى بوابه لبوابه تانية، وهي الرياليتي. ما انا ممكن اعمل لك قصه مخلوقه. صح. زي بقى ما عملوا مع مريم فارس، عملت معرفش ايه في نتفليكس يس، ما هو ده كله توابع للرياليتي. فانا ممكن اخليك بس مجرد تفتح التلفزيون كشاشه تبص عليها كده، ده في عوالم مختلفه اقدر اشوفها، اقدر اشوف صناعه، تعليم، اقدر اشوف علوم، اقدر اشوف حاجات مختلفه، وفي نفس الوقت اقدر اشوف بوابه تانية جوه البوابه دي تدخلني جوه بيوت. البيوت دي بقى مصطنعه ولا حقيقيه، هي دي اللي تفرق. ففكره الريل مع فكره الكرياتيفيتي اللي هي صناعه الديفايس اللي انت بتتفرج عليه، دي فكره ابداعيه. من جواها اعمل لك حاجه حقيقيه مش مصطنعه مش مخلوقه، حاجه حقيقيه ما فيهاش اي خلق خالص. اتنين قاعدين بيتخانقوا، بيتجوزوا، بياكلوا، بيناموا، بيخرجوا، بيسيبوا بعض، بيحبوا بعض، كل دي رياليتيز. فالرياليتي شوز دي لما ظهرت خلت الناس عايزه ادونا اكتر، عايزين نشوف اكتر. وده كان بسبب مثلا كان في برنامج زمان عندنا اسمه ستار اكاديمي، ما اعتقدش الاجيال الجديده عارفاه. ستار اكاديمي ده كان مفتوح له قناه 24 ساعه، احنا كنا شباب وما بيناموا وبياكلوا كل حاجه. حب الفضول اللي خلاك تشوف بقى الحاجات دي. طب نطلع بايه من القصه دي؟ ان لو في جزء ريل او جزء ريليتد حتى بالناس، ريليفنت بالناس جوه مشروعك الابداعي، يعني عالم كبير انت خلقه وصنعته جواه حاجه حقيقيه او حاجه ريل، مش بكلم حاجه اصليه، بكلم حاجه ريل حقيقيه، هنا الناس ممكن تنجذب ليها اكتر. وده جزء من الاحترافيه برضه، انك تبقى عارف ايه اللي ممكن يكون مؤثر صح جوه حاجه زي دي، جوه اي حاجه بقى. مش بتكلم بس على افلام، يعني ممكن تبقى عندك منتجع سياحي بتبنيه مثلا، عايز تعمل جواه حاجه حقيقيه، عندك استوديو كبير عايز تعمل جواه مترو حقيقي شبه المترو اللي بتاعنا ده، بس ده نقدر نستخدمه في العاب او في تصوير او في غيره. يعني كل حاجه طبقها على كل انواع المشاريع هتلاقيها تمام جدا ماشيه معاك. فجزء الرياليتي ده مش اي حد بيعرف يعمله، في له شطارته برضه عشان تعرف تعمله، له فنياته عشان تبقى بتعمله وانت تبقى فنان وانت بتعمله بصفه الفنيه يعني. محتاج قليل من الابداع او معرفه عن الابداع عشان تعرف تطلع ابداعك ده. بالمناسبه الرسم كمان، انا بالنسبه لي ده فن ابداعي صرف 100%. بص طبعا انا بشوف انه ما فيش حد بيرسم رسمه ما يبقى مش كريتيف اصلا، الا اذا بقى خد رسمه شفها. لو خدت رسم شفاها ممكن يبقى شاطر او رسام شاطر او كده، او لكن تمام. لكن اي حد بيعمل حاجه هو اللي تخيلها او هو اللي خلقها او كده اكيد شخص كريتيف. خصوصا الناس اللي بتقعد تبتدي تتخيل ملامح، فتلاقي انسان راسم انسان بس انت عمرك في حياتك ما شفته، وهو عمره في حياته ما شافه. وده اللي حاصل في الاي اي. صح. الاي اي فيه نسبة عالية جدا من الكرياتيفيتي، لانه عبارة عن اكواد واوامر معينة وكلمات معينة ومصطلحات معينة ولينكس معينة ممكن تتوصل كلها ببعض تطلع لك حاجة. ايه ده، انا عمري ما سمعت ام كلثوم وهي بتغني الويجز. ايوه. ايه ده، انا عمري ما شفت المبنى ده في حياتي قبل كده، انا بس تخيلته. ومش الاي اي شطارته في ان هو الاي اي هو الكرياتيف، لا، هو اللي عمل ازاي هو ده غير ده واحد. والواحد التاني انت شخصيا المستخدم العادي اللي بتكتب له كلمات معينة، تبتدي تديله اوردرز عشان تشوف
نتيجه زي بتاعت ام كلثوم بتغني الاوردرز دي بقى ده اللي عايز اتكلم فيه، دي مش حاجه اداريه، دي حاجه فيها خيال كبير جدا. طبعا. فاي انسان بيقعد يتعامل مع سوفت وير ايا كان اسمه ايه مع الاي اي، ده انسان عنده تخيل كبير جدا، خياله واسع جدا، يقدر يقول انا عايز لمبه مثلثه بتنور نور عمري ما شفته قبل كده على مساحه لا تتعدى ال5 سنتي، بس نازله من السماء، والسماء قطيفه، عايزين سماء قطيفه، ولما بتنور اللمبه دي ونورها يعدي ال5 سنتي بيتحول لون تاني، و5 سنتي كمان يتحول لون تالت، يبدا يكتب شويه برومبس كده عشان تطلع له شكل في الاخر. صح. حاجات هو عمره في عينيه ما شافها. فدي ميزه مهمه جدا للاي اي، بتشجع الانسان على التخيل وعلى الخيال وهكذا. الممثل كمان انا بعتبره انسان مش بس مبدع، هو مبدع احترافي، الممثل الشاطر طبعا، لانه النهارده هو هيمثل دور ايا كان ايه الدور، في فيلم ولا في مسلسل او مسرح حتى، ممكن يعمل شخصيه مش موجوده. يعني مثلا لو هو بيعمل شخصيه كانت موجوده قبل كده، مثلا سياسيه تاريخيه، ده نوع تقمص الشخصيه، ده نوع له علاقه بالفن وفي الاحترافيه وهكذا. بس في الاخر لو هو بيعمل شخصيه مكتوبه على ورق هو عمره ما شافها ولا يعرفها ولا هي موجوده اصلا في مخيلته. صح. فيبتدي بقى يتخيل هي بتلبس ازاي، بتمشي ازاي، صوتها ممكن يبقى انهي طبعا لانه كمان في احاسيس فيها. طب يعني لو هو خضري بيبيع خضار في شارع طيب جدا، معروف عنه في الحاره كلها انه طيب، بس بعد الساعه 6 بالليل بيتحول لوحش، بيبتدي يقتل بطيبه وبرحمه. صح. وبيخلص القتل ويروح يصلي الفجر. على فكره دي تبقى شخصيه انترستنج جدا وصعبه في تمثيلها. ليه صعبه بقى في تمثيلها؟ لان انت بتبتدي ايه ده البرومس اللي انت دخلتها لي ككاتب، انا كممثل اللي هو انا الاي اي يعني هبتدي اكونها عشان ارسم شخصيه. صح. ممكن اقول ايه؟ بما انه خضري ف خليها خضري بيمشي بعربيه في الشارع مثلا. بما انه خضري بيمشي بعربيه في الشارع بيتحرك كتير، فهو غالبا وزنه مش كبير، فانا لو ممثل تخين هخس. دراعاتي دايما جامده عشان بيشد العربيه كلها مثلا. الاكمام بتاعتي لو احنا في خريف ولا في شتاء دايما مشمرها عشان انا بمد ايدي وبعمل. ضوافري دايما وسخه عشان بمد ايدي في الكذا. بصي ابتدى يكون الشخصيه ازاي. ده الشكل. جوه بقى ازاي طيب وشرير، هيقول لك، وده دايما تسمعه من الفنانين، يقول لك انا بعمل معايشه وبتاع، وكنا بعمل معايشه بذاكر الشخصيه وبخش في الشخصيه الكلام ده ليه معنى. ايوه طبعا. ما هوش كلام برامج بس، لا له معنى. هو ازاي برضو انا عمال اتخيل هو ازاي بيقعد يرجع لطفولته. ما هو اكيد واحد من الناس الساعه 6 المغرب بيبتدي يقتل وبعد كده يصلي الفجر وينام، ده كان في حاجه يا في طفولته يا في جيناته. فهو بيرجع لها بقى، بيشوفها حاجات كلها مش هتتصور خالص في الفيلم. هو هيبان عندنا وهو عنده 40 سنه، ما قبل 40 سنه مفيش اي حاجه هتبان في الفيلم ولا في المسلسل ولا في المسرحيه. بس الباك جراوند هيستوري دي بتبقى هو بيقعد يذاكرها، هو يذاكرها عشان يخلقها، وعشان كده هو مبدع، وعشان يبقى عارف في الموقف ده هيتصرف ازاي، في الموقف ده هيقول ايه، وبيقتل مين وليه، بيقتل مين وليه واشمعنى الساعه 6. صح. حتى لو ده مش مكتوب على الورق هو بيبتدي بقى يكون تبديلات ليه هو عشان تشبع فيعرف انه دايما بيتريجر مثلا او في حاجه بتضايقه اللون الاحمر مثلا. فاي بنت لابسه احمر كتير دي هتتذبح، اي راجل لابس ديليفري احمر ده برضه هيتذبح. خلاص كده هو كون الحته دي في الباك جراوند بتاعته، ملهاش علاقه بقى باللي هيمثله. ممكن طبعا يبقى في حاجات مكتوبه يستخدمها اللي هي البرومس اللي احنا بندخلها للاي اي، هو الكاتب كاتبها له بتبقى هو اللي بالظبط. ما بياكلش فاكهه خالص مثلا عشان هو طول الوقت بيبيع فاكهه، بياكلش طماطم عشان هو طول الوقت بيبيع طماطم بياكل اللون الاحمر. شفتي انا وانت ابتدينا نخلق حاجات، هو بيقعد يعمل كده كله. أيوة. ده مبدع جدا، واللي كتب له مبدع اكتر. على فكره انا بحس انه لما انت بتتفرج على ممثل او كده ومن غير ما هو يبقى قايل لك، يعني انت بتتفرج على كاركتر في فيلم او في مسلسل من غير ما نقول انه الشخص ده اشتغل او نقعد معاه فيقول لنا ان احنا عمل معايشه او قاعد يذاكر الباك جراوند هيستوري بتاع، انت بتحس في الاداء ان في لايرز في نظره معينه. ده الممثل الشاطر طبعا. على عكس لما تبقى بتتفرج على كاركتر او ممثل بيأدي شخصيه، انت بتوصل لك ان هي سطحيه،
هو مفيش ابعد من اللي انا شايفه، مم. مفيش حاجه ورا الكلام ده. مم. حتى لو نبص بصه معينه للحظه انت هتروح مع اللي هو ايه ده، هو كان قصده ايه، وبعدين تحس انه لا ده ما يطلعش منه كان قصده ايه. انت عارفه ان المشاهد العادي ممكن يقلب القناه، يقلب المحطه، يقلب الفيلم، يغير المسلسل بسبب اللي انت بتقوليه ده. هو مبقاش المشاهد، عارف ليه، ما هو مبقاش بالظبط مبسوط. المشاهد العادي مش فاهم كل اللي احنا بنقوله ده. ممكن يبقى واحد بسيط جدا بيتفرج، اول سبب بيخليه يمسك الريموت ويقلب او ما يروحش الفيلم ده او يسيب السينما ويمشي هو السطحيه دي اللي احنا بنتكلم. هو طبعا متضايق مش عارف ليه، اه بس هو مش عاجبني الفيلم، مش حلو. ما هو ولو فعلا سألته ليه بجد مش هتلاقي ممكن ما يبقاش إجابة. يقول لك يقول ما لك عجبنيش بيمثل وحش. طب بيمثل مثلا، وحش ليه؟ ده فلان اللي عمل مش كذا. مصدقه. بس مش مش مصدقه بسبب انه كل اللايرز اللي احنا بنقولها دي عشان كده اليومين دول حتى لما بيبقى في ممثل صغير ولا حاجه بيظهر، هو بيظهر بسبب كده، بسبب انه فاهم اللعبه. صح. في ناس تانية عايز تمثل وخلاص مش فاهم اللعبه، وعشان كده ده ربنا بيكرمه او مجهوده بينصفه، والناس تانية لا. صح. وعلى فكرة اعتقد يعني انه مش بس الممثل، يعني اي حد بيشتغل اي شغلانة في الدنيا موافق جدا. لما بيبتدي يدور في على كل اللايرز حاجة ويدور والطبقات، على انه اللايرز ازاي يبقى انسان غني من جوه، هنا بيظهر. طبعا. برافو عليك. صح. هنا بيظهر. ولو في حاجه تانية، لو واحد مؤدي يعني رايح الصبح مش عارف اكتب كذا في واروح، بصمة اهي خلصنا، زيه زي غيره، في النص قاعد زهقان زيه زي غيره. في ناس بتحوشها، في ناس بتحوشها تقول لك انا ما يعني اعمل كده في حياتي بس ما اعملش كده في الشغل، وانا شايف ان الاتنين مرتبطين ببعض. طب بالعكس انا بحس ان بنسبة كبيرة قوي ممكن تبقى دي تفكير عملي جدا، بس انا بحس كده انه بنسبة كبيرة قوي شغلك بالطريقة اللي انت بتشتغل بيها بالكوميونتي بتاع شغلك بتاع هو انت اصلا. هو ده انا معاكي هو جدا. ازاي بيأثر على انت بتحب ازاي وبتكره ازاي وبتمشي ازاي وايه اللي بتلبس كده ليه. لعلمك لو فكرت هتلاقي انه انت ريزو بتشتغل ايه ومذاكر ايه ومهتم بايه وبتاع، وكل الوقت بتاع شغلك ده هو اللي بيخليك لما تروح البيت تبقى عايز تاكل كذا ما تاكلش كذا، وتبقى عايز تنام الساعة كذا مش الساعة كذا. انا بحس كده ان هو كل ده بيبقى تابع للجزء الاكبر في حياتي اللي هو الشغل. ولو العكس، يعني لو العكس، لو عملناها على راجل ما بيشتغلش او بيعمل حاجه منزليه او بيعمل حاجه يدويه او غيره، صح. اكبر نسبه وقت في يومه هي اللي بتاثر على باقي حياته. صح. فعلى حسب، عشان عادي. كده بحس ان الشغل مين يعني الناس اللي بتشتغل، لا ده هو ده انت اصلا. وفي الاعمار بالمناسبه، يعني في فترات في حياتك انت هتبقى قاعد من شغلك خلاص، يعني سبت الشغل وخلاص تقاعدت، او لسه ما ابتديتش تشتغل لسه بتدرس. يعني في فترات في حياتك ممكن تاثر عليك، الطفوله تاثر عليك لسه ما اشتغلتش، وقت الدراسه اللي هو وقت الشباب لسه ما مش ده اكبر هم في حياتك. بعد ما تخش في مرحله الشباب الصريحه هنا بتشتغل، وانت كبير جدا في السن قعدتك مع احفادك واعمالك المنزليه البيتوتيه كل الفترات دي اكبر وقت فيها بيأثر على على باقي مسار الحياه دي عامله ازاي. صح. انا معاكي جدا في ده. ملخصا للنقطه دي، ان الكرييتيف مبدع بيخلق، مش لازم ابدا يبقى شاطر، ممكن يبقى شاطر في كرياتيفيته بس مش لازم يبقى شاطر في تنفيذ اللي بيعمله. ومش عيب ابدا ان انت تبقى شخص مش مبدع مش كرياتيف، عادي جدا. ممكن تبقى شاطر، ممكن تبقى احترافي، بس الصايع والمفرقع والمجنون ما هو يعني مش لازم دايما نقول عليه هو ده اعلان ده كرياتيف. يا جماعه ده مش ملهاش اي علاقه، والمصطلح ده تم هتك عرضه لا انا والله دايما كرياتيف وكرياتيفيتي بحب ده دايما اقول ان دي لعبه حلوه. ممكن انا احب اشجع اللعبه ممكن حلوة. لكن دي مش كده يعني، عادي ممكن اتفرج على اعلان والله يا جماعه لا ده انا بشجع اللعبه حلوه، بس مش كده زي سويتشيرت اللي انا حكيت لك عليه كده، انا طلع صايع مش طلع في الاخر صايع. طلع صايع. صايع طلع فكره صايع فكره مجنونه، فكره جديده، مم. مش فكره كرياتيف، فكره جديده يعني مشتقه من فكره قبلها. انا عارف ان التيشيرتات اللي بيطبع عليها دي فكره جديده، كانت تيشيرتات ساده وحد اخترع انه يطبع عليها. صح. الطباعه اللي عليها كانت كتابه، احنا قلنا لا هنخليها صور. الصور بقت متفرغه، بعد كده بقت صور بارزه. كل دي افكار جديده بناء على فكره، بس ما هياش خلق. صح. دي مش حاجه، انا مش بتكلم عشان متضايق على فكره، انا بتكلم عشان ما يتمش هتك هو اول عرض واحد المصطلح. او اول واحد بقى قرر ان هو هيطبع على سويتشيرت او على تي شيرت، هو ده الكريتيف. احنا اشتغلنا على زي اول واحد قرر انه يعمل ساندوتش مثلا قال لك واحده دي بنغمس، احنا هنجيب العيش ونحط حاجه مثلا طيش طويل.
اتكلمت او عنها كتير قوي. او استخدم عشان الطبقه ضاع عينك عليه. طيب من الحاجات اللي احنا اللي انا بشوف فيها دايما جزء ابداعي كبير هي الحاجات اللي بنتفرج عليها او بنقراها. يعني انا بشوف ان الكتب، قرايه الكتب غير ان هو بيشغل خيالك، غير ان هو بيخليك تبني جوه خيالك عوالم مختلفة. يعني الكتاب مجرد ما بتقرا رواية معينة انت بتبتدي تتخيل شكل العالم ده ايه، شكل البيت ده ايه، البنت اللي بتكلم الولد شكلهم عامل ازاي. الكتب بتدخلك العوالم مختلفة. عشان كده القراية شيء ممتع للعقل، للثقافة، انك بتعرف عادات ناس، روايات غريبة، حاجات فيها ثقافات مختلفة، بتقرا عن الطبيعة، عن العلوم، عن الطب. كل ما بتقرا كل ما بتعرف حاجات من عوالم مختلفة بتشغل لك خيالك اكتر. صح. نفس اللي بيحصل في الافلام، في الاذاعة. لما بتسمع مسلسل على الراديو تبتدي انت تتخيل ايه ده، هم الناس قاعدين دي. قاعدين فين، بيتكلموا ايه ده كده شكله رمى الكوبايه عليها. بتبتدي تتخيل كل حاجات بتشغلك خيالك دي. صح. التلفزيون كمان بقى هو طبعا التلفزيون لغى فكره التخيل البصري دي، بقى خلاص متشاف قدامك، بس بيدخلك في عوالم وقصص ممكن تشغل خيالك وممكن تخليك تشوف حاجات انت عمرك شفتها. في ناس كتير قوي بتحب تقرا اكتر ما بتحب يعني لو الفيلم اتعمل فيلم وكتاب يقول لك انا اقرا الاول، يقول لك لا انا احب اخد الاكسبيرينس كلها في دماغي وبعد كده وبعد. اتفرج. وفي ناس تخاف، يعني انا مثلا في كتب كتير قريتها وبعدين نزل فيلم اقول لا، اخاف اتصدم في ان البيت اللي انا اللي تخيلته انت ما يبقاش بنيتيه. هو لان انت ابدعتي جوه دماغك وخلقتي كون صح. معين. صح. كده انت هتروحي عند ابداع واحد تاني بدماغ واحد تاني خلق نفس الكون ده بس بشكل تاني بطريقته هو بقى، بالطريقه اللي هو تخيلها. وحلو موضوع الكون ده، لان هو زي ما احنا قلنا على الله في الاول، في اول الكلام، ان هو ده الكرييتور، هو خلق كون. يعني لو جيتي بصيتي عليها كده، ايه ده، في كواكب ولهم شكل، لهم لون، لهم تقل. يعني كل حاجه فيهم. انت كمان لو دخلت جوه جسم الانسان هتلاقيه ما هوش شكل بس كده، ده جواه بقى خلايا ودم بيجري بشكل معين، وبتاع ده عروق معديه وجهاز هضمي وجهاز تنفسي. اكتر حاجه يعني في تكوين، في اختراع كامل. اكتر حاجه بقالي فتره بفكر فيها بالنسبه لي عظيمه، الموضوع انه لو اتكلمنا عن ربنا بقى البيجست كريتور، انه لو انت اللي هو من اول لما بتتولد لغايه لما بتموت انت عندك سكريبت في حياتك وكل حاجه، وده مكتوب عند ربنا. الفكره بقى، وانا بصدق طبعا ان كل حاجه مكتوبه عند ربنا، بس الفكره بتاعت ان بص احنا كام واحد في كام حته في الدنيا، قبلينا كان في كام شخص، بعدينا هيبقى في كام شخص، وكل واحد من الناس دي مكتوب لها كل حاجه وهو سامع كل حاجه. وانا تهيألي في الديانات التانية غير الاسلام حتى، يعني في نفس الطريقه دي من التفكير في ديانته تخليه يعيش نفس التخيل اللي انت متخيلاه ده. حتى لو هو في ديانة تانية مش مؤمن بالمكتوب، مثلا مؤمن بحاجة تانية، هيلاقي نتيجة تانية بتوصله لنفس السيناريو او سيناريو مشابه. صح. انا بحس لفكرة الكون ده وازاي مخلوق كده. بس هو شيء مبدع جدا انك تبص حتى من اسماء الله الحسنى في الديانة الاسلامية المبدع. فانت تيجي تبص كده، ده مبدع بجد. ده فيه هو ده نوع الخلق اللي انا بتكلم عليه. هو ده المشتق منه الكلمة المبسطة الدنيوية اللي هي كرياتيف وكرياتيفيتي. لازم يكون عندك الشكل ده، او تكون عندك الخلق اللي انت خلقته ان شاء الله تكون خلقت كوبايه بودن وهي قبل كده ما كانتش بودن مثلا. صح. فاهم قصدي؟ فليه كنت بقولك على موضوع الكتب؟ لانه بعد الكتب لما دخل وسيط التلفزيون اللي بتقدر تشوف من عليه حاجات، ابتدى يفتح لك جواه بوابه جديده انك تشوف قصص ما كنتش عارفها. انت الاول ما كنتش بتشوف، دلوقتي بقيت بتشوف. بعد ما بقيت بتشوف، طب انا هوديك بقى بخيالك بعيدا عن العين، التخيل، هروح بيك مكان انت ما دخلتوش، مكان ما دخلتوش. ولو الاماكن دي حقيقيه فيها جزء الرياليتي اللي احنا اتكلمنا عليه، انه مكان في اسبانيا اتسرق، المكان ده موجود فعلا واتسرق فعلا. السرقه ممكن تكون متخيله بس المكان مش متخيل، المكان حقيقي. طيب تعالى بقى اوديك في اماكن وقصص وحواديت كلها مش موجوده، احنا اللي خلقنا، احنا بس هنخليك تشوفها. زي اللي قلنا عليه في فيلم افاتار، وده رشحه للناس برضو تتفرج عليه. بس مش ده بس ترشيح النهارده. في حد
في زمن ما، هو زمن قريب شبهنا كده يعني، جاله فيروس والفيروس ده انتشر وبقت كل الناس عارفة ان الفيروس ده موجود. واي اتنين يتجوزوا ويخلفوا لازم يتشكوا على الطفل ده هل هو عنده الفيروس ولا لا، بتبان عليه علامات معينة، بيطلع له قرنين كده في دماغه، ومن هنا بيبدأوا يعرفوا ان الولد ده عنده حاجة. الولد ده لو اتقفش في جماعة معينة عايزة تنهي على الفيروس ده، فبتدور على الاطفال اللي من الشكل ده وتقتلها عشان الفيروس ما ينتشرش. في اب منهم اكتشف ان ابنه كده خباه من وهو صغير بقى، اللي يعرف يخبي بقى، اكيد في ناس مخبيه غيره كمان، وهيتقابلوا في يوم من الايام. الاب ده مات، والولد وهو صغير كبر جوه بيت لوحده في منطقه ما حدش يعرف عنها اي حاجه. لما كبر الولد ده اول مره يشوف نفسه بقرنين، هو فاكر ان الدنيا كلها كده، هو ما يعرفش شكل الانسان ايه، صح. هو ده اللي شافه. فلما كبر بدأ يدرك انه ده الشكل، ده الوش، دي العينين، دي الايدين اللي بستخدمها بالشكل الفلاني. كل اللي انا بحكيه ده من القصة هو ما حصلش في حياتي قبل كده، انت ما شفتوش، انت ما سمعتوش دلوقتي، حتى انت اول مرة تسمعه مني دلوقتي. دي ميزة الفيلم ده. ده فيلم اسمه سويت توث بتاع ده فيلم فيه فكرة إبداعية جدا. طب لما هيطلع بقى، قرر الولد طبعا يطلع ويكتشف، زي ما قلنا الانسان مكتشف، عايز يعرف، يطلع بره البيت ده، يمشي في الارض يكتشف، فهيقابل ناس. اكيد الناس دي في منهم ناس عندها الفيروس او ناس عايز تقتل الناس اللي عندها الفيروس، هيتعامل ازاي؟ دي قصة الفيلم بعد كده هنشوفها يعني. بس انا بتكلم على الجزء الابداعي الاولاني زي ما موجود في فيلم افاتار، موجودة في الفيلم ده. في فيلم تاني اسمه بيك فوت، نفس الحكاية. بيك فوت برضو اب عنده رجل كبيرة، والرجل دي فيها نوع شعر معين، الناس عايزة تاخد الشعر ده، فالولد بيكتشف ان ده ابوه عن طريق ان رجله هي كمان كبرت. فكرة برضو مش موجودة في حياتنا، ابداعية مخلوقة. في فيلم تالت اسمه هحطه على الشاشة دلوقتي، ليه علاقة بالوقت. بيقولوا لو الدنيا دي كلها واحد اخترع، دي برضو فكرة ابداعية. انا مش عايز احدد المكسب اللي في الدنيا بالفلوس، مش اللي معاه فلوس اكتر هو الغني، اللي معاه وقت اكتر هو الغني. فانا هعرف من ايدك، هبص على ايدك هنا لو مكتوب عليها 24 ساعة وانا مكتوب عندي 3 ساعات، يبقى انت اغنى مني. الحل الوحيد ان انا لما اجي اسرقك مش هسرق ساعتك ولا المظاتك، اسرق وقتك. هعمل حركة معينة عشان اسرق من وقتك، فبقى انا الاغنى. فتلاقي راجل قاعد في قصر كبير، الناس كلها حواليه بتخدمه وبتاع، عشان لو بصينا على ايده هنلاقي عنده 13 سنة، مش بالساعة بقى، بقت عنده سنين، فده اغنى واحد فدي فكرة مش موجودة، صح. واحد خلقها، نظم تكوين جديد كده للدنيا عاملة ازاي. فيلم اسمه تايم، ان تايم. على فكرة كان في فيلم تاني برضو دي كلها ترشيحات النهارده. مش فاكر كان اسمه ايه، بس هو كان اللي ما بيكدبش في كانت حاجة related بالعكس، ان هو انت المفروض طول الوقت بتكذب، ولو قلت صراحة ما اعرفش ايه اللي هيحصل لك، لازم اجيب لك اسم. برضو كان حاجة كده اللي هو قعدت افكر انه وات اف بقت دي حياتنا فعلا. احنا هنسيب له مكان على الشاشة تحت، لو جابت اسمه هنحطه، نسيت خلاص مش هنحطه. ففي افكار ابداعية كتير من النوع ده. برضو عندي فيلم اللي هو بتاع في ولد طفل كده صغير معاه، بنشوفه في الاول معاه شنطة كبيرة بيطلعها جواها جهاز ضخم كده، بيقف قدام راجل كبير، طفل هو قدام راجل كبير على الديسك عنده، وبيقول له ده الاختراع بتاعي اللي هيشتغل. فطفل قد كده بيقول له الاختراع يا ابني اللي هيشتغل، شغله بس. بيعمل ايه يعني الاختراع ده؟ هو فيست كده لو لبسته دوست على زرارين بطير، وبعدين يعني بعد ما تطير بتحكم بقى اروح انهي حته. طب ما تركب طياره بقى وبتاع، ده اختراع جديد. انا كانسان يبقى البني ادمين كلها بتطير وبتتحرك بالطيران ونخف الزحمه دي. جرب الاختراع فشل. الشخص اللي هو اللي كان بيشوف الطفل ده وبيقيم الطفل ده عنده بنت، البنت في سن الولد. الاتنين دول لما كبروا احنا بنعرف عنهم شوية حاجات في الماضي بسبب الاختراع بتاع الولد ده. بنت عندها قدرة غريبة جدا انها في قطعة معدنية معينة كل ما بتلمسها بتروح في عالم تاني. العالم التاني ده مش شبه العالم الاولاني، عالم مختلف. هنا بقى بتبص على الفيجوال بتاعت الفيلم،
بتشوف قد ايه في ابداع، لانك بتخلق عالم ما هوش موجود، له شكل معين. ممكن يبقى العالم ده كله عباره عن ناس بتتزحلق، مفيش حد بيمشي على رجلين كده، يعني كل الناس لما بتيجي تتحرك بالزحاليق. عايز تخش حمام تخش زحليقه، تعملي اكل تعملي زحليقه، تخش الثلاجه زحليقه. هو بناء عليه كل الاجهزه والمعدات والطرق والمصانع والشركات هتتصمم بناء على فكره الزحلقه. لو هي رجلين يبقى نعمل لهم اسفلت، طب لو هي زحلقه هنعمل لهم ايه؟ الله اعلم بقى هيعملوها ازاي. فالكون كله بيتغير، المدينه كلها بتتغير، البلد كلها بتتغير، الكواكب شكلها بيبقى مختلف، يقولوا ده الكوكب المتميز بالزحلقه، هيبقى له ميزه. كان اسمه تومورو لاند. و... وفيلم مهم جدا في فكره ازاي تبدع في خلق فيجوال جديده. صح، يعني مش بس الايديا هي اللي تبقى مختلفه، بالظبط. لا كمان لما هتوديني العالم التاني ده، انت شوف ايه. قلت لي ان الفكره بتاعته ان هو عالم تاني، طب عامل ازاي؟ هل هو عالم من العوالم اللي احنا نعرفها؟ لو حد هيتكلم عن الجن في يوم من الايام وعايز يعمل له عالم، شكله ايه الجن؟ شكله ايه عالم الجن ده؟ هل هو في مباني زينا كده بس ولا؟ نتكلم على كل الحاجات في الدنيا ونتكلم على كل الابداعات في الدنيا، وارجع برضه احس ان انا بحب السينما. هي السينما زي يعني لما اتطورت الفكره من ان انا بقرا بس او بسمع بس، بقيت بشوف واسمع وكاني بقرا 3 في 1 يعني. سحر غريب. لا بصراحه بحبها جدا، مفيش حاجه بحبها اكتر من السينما. هنشوف فيديوهات كده ايه انا كنت هفرجك عندي. جانا طب ما تيجي نطلع نتفرج في الجنينه؟ يا ابني بقى متسيبك من الجنينه دي، انا مش فاهمه الكنبه دي مضايقاك في ايه؟ مش مضايقاني، انا ما بحب الكنبه مفيش مشكله، بس انا بحس ان الجنينه جنينه. ما تجيب الفيديوهات بقى. انا بحب الحاجات دي جدا. انت عارفه دي فكره ستوب موشن. زمان في الافلام كان الافلام عباره عن رسوم متحركه، وابتدوا يحركوها بطريقه بتبقى اسرع، مرسومه ورقه ورا الثانيه ورا الثالثه، يتحرك بسرعه معينه تكون فيديو زي بيتحرك ميكي. قدامك بالظبط. فهي نفس فكره ستوب موشن، بس ده شوفي عملها ازاي، عملها بشكل شطاره مش كرياتيفيتي. برافو عليكي. ممكن تبقى كرياتيفيتي في استخدام التولز او لا ده انا همشي بعد كده في الشارع اقول له انت شاطر، انت كرياتيف. انت محترف. اوبا ادي دول هنود. بس انا هنا عايز اقول حاجه، معلش ممكن نعمل بوز؟ طبعا اتفضل. انا بشوف ان تصميم الرقصات ده بالنسبه لي ابداع. طبعا لو الحركه اول مره اشوفها. يعني الرقص الشرقي مثلا اللي هو بتاعنا، طبعا بتكلم على اللي بيرقصوا رقص شرقي مظبوط يعني. حركاته بتعابيره بتصميم رقصته ابداع طبعا. لا ثانيه واحده، تصميم رقصته ابداع. لا مش بكلم على التنفيذ. ايوه التنفيذ ده احترافيه او شطاره. بس تصميم الرقصه نفسه طبعا دي انا بشوف ان مصممين الرقص اي رقصه كانت بقى معاصر شرقي هندي عامه الناس الهنود دول المزيكا بتاعتهم ورقصهم بيديني انرجي كده والله. كان في اغنيه كده كان الناس حاجه بتاع 500 واحد واقفين بيرقصوا في ساحه كده، مش عارفه كان اسمها مرجانه باين ولا ايه، ولا بورا بورا. لا تقريبا كان اسمها مرجانه. لما كنت بشوفها كنت بحس ان انا عايزه اقوم ارقص معاكم فايبس كده. لا الصراحه جامدين. فانا بعتبر مصممين الرقصات دول بصراحه حاجه يعني طب كوريوغرافي. هي الجيبه دي خضرا ولا لونها استغفر الله العظيم؟ انا حاسسها فوطه مش جيبه. هي تحس ان هي كشمايو كده ولا ستاره. مش رمز. بس انا عرفت اخبي شفايفي انت لا. ودي هي. حلو قوي. اوكي يا ريزو، عايز حاجه تانية مني؟ انا حاسس ان كل شويه عايز تخلصي عشان خاطر عينك على الطبق اللي هناك ده. انا نفسي الناس كلها تشوف مش هينفع الناس تشوفه لاسباب ليها علاقه بالمشاهدين وانت فاهماها كويس. انا قلت لك يا ريزو عادي، انت مش على فكره احنا ممكن نبقى كرييتيف وناكل الاكله دي في الوقت ده. هي دي مش كرياتيفيتي دي فجعه. انت جعانه. لا بس شكلها حلو جدا. طب انا الناس اللي تعرفني في الحقيقه انت هتلفي من ورا الكاميرا من غير ما حد ياخد باله وتاخدي منها.